هنا هيجي الدور المهم لعدي الدباغ. مع احترامي الكامل لناصر منسي، وانا كنت بقول الكلام ده في عز فورمته، عدي الدباغ يا جماعه هو المهاجم الاساسي بتاع الفرقه. وعدي الدباغ لما كان المهاجم الاساسي كان بيسجل، وكان وصل ل7 اهداف، وكان وصل ان كل مباراه عنده مساهمه تهديفيه. تعالوا نرجع شويه لورا. عدي الدباغ بدا وحش جدا مع الزمالك وما كانش بيسجل، لكن لما رحنا فتره توقف ورجعنا حتى مع يانيك فريرا، عدي الدباغ بدا يسجل من مباراه المصري في برج العرب، فسجل هدف. بدا الماتش الثاني اساسي، كان قدام الاسماعيلي في استاد السويس فسجل هدف. بدا الماتش الثالث قدام الجونه وفي القاهره وسجل هدف، الماتش اللي انتهى بالتعادل. الماتش الرابع على التوالي كان قدام الاهلي، خد ضربه جزاء والنتيجه بقت 1-0 لكنه اتصاب. يعني هنا الراجل عنده 4 مساهمات تهديفيه متتاليه مع الزمالك، والراجل بيبدا بشكل اساسي. جت في اصابه، راح التوقف، الزمالك دروب سوبر ومش عارف ايه، رجعنا مع كابتن معتمد جمال. عدي الدباغ في ماتش بتروجيت عمل مساهمه بعد تعادل 0-0، عمل مساهمه وسجل هدف. ثم في مباراه المصري اللي بعدها في الكونفدراليه بدا اساسي وسجل هدف. ثم في مباراه كهرباء الاسماعيليه سجل هدف او هدفين، وقدر يسجل هدفين او تقريبا هدف الكره اللي شاطها قويه، لا 2 واحده كملها، سجل هدفين. فاذا 3 مباريات متتاليه عنده مساهمات. اما ابتدى يبتعد عدي الدباغ عن التشكيل الاساسي، ابتدى يفقد مستواه وابتدى يبعد عن النقطه بتاعه التسجيل. زائد نقطه تانية، الدباغ لما بيجي من الدكه مش بيكون عايش الجيم، هو مهاجم عنده وعي، بيذاكر الاثنين قلبي دفاع، بيذاكر اللعيبه اللي بتلعب عليه وبيبتدي يشتغل عليهم، فبيبتدي ينتج، بيروح على القايم البعيد زي جون كهرباء الاسماعيليه وبياخد الكوره، زي جون المصري لما بيهرب على القايم البعيد وبيسجل الكوره، لما بيقدر يتعامل في المساحات وبياخد زي جون بتروجيت او جون كهرباء الاسماعيليه الثاني. فاذا فريق لاعب لما بيجي من الدكه ما بيقدمش الاضافات دي، لو انه بينزل كابتن معتمد بيرميه على الطرف الشمال، بيرميه. هو تكملة للفيديو وحاجة الأرقام بتوضحها معاك بشكل مثالي جدا. عدي الدباغ منذ بداية الموسم بدأ مع الزمالك 16 مباراة بشكل أساسي، 12 مباراة في الدوري و4 مباريات في الكونفدرالية. طبعا هو شارك في الدوري 18 مباراة منهم 6 كاحتياطي، وشارك في الكونفدرالية 7 منهم 3 كاحتياطي. لكن أنا بكلمك على مشاركة عدي الدباغ بشكل أساسي مع الفريق، وهو شارك ب 16 مباراة، 12 في الدوري و4 في الكونفدرالية. كانت مساهماته ايه؟ كان سجل 9 اهداف وعمل اسيست 1، يعني كده 10 مساهمات، زائد كمان انه حصل على ضربة جزاء قدام الاهلي، حصل على ضربة جزاء قدام بتروجيت، يعني وصل ل 12 مساهمة في 16 مشاركة أساسية. ودي أرقام بتوضح أهمية وجود عدي الدباغ كلاعب أساسي في منظومة الزمالك، وإنه هو أهم عنصر هجومي جوه الفريق الآن.